الحب، الإخلاص، معنى الوفاء، معنى المحبة، معنى التقدير. يا سلام عليك، يا سلام عليك، يا سلام يا أبو يزيد. اما نرجع فريم بهدف الهلال الجول الاول دي ايه؟ ده مش هدف صحيح. اما ايه نرجع فريم بص حضرتك، رجل حسان كتابتي. اما ايه لاتشا رجل من دفع الرياض وسجل الجول منها بلياردو. اما ايه المفروض يتلغي الهدف وفي ركله جزاء على الحارس الربيعي لانه مسك راس ودافع الرياض على باله بدنجال، ويبقى ايه ركله جزاء. وطرد اخو حسان كتابكي مرزوق كنطبكي، ده الطرد مش صحيح. راجل كذاب، دجال محتال. هنا ابو فهد، هنا ايه من بعيد ايه. اسمع، انت بتشتغل حالك حال الاوادم. علاوه ماكو، بالانجليزي نو، بالهندي نيهي، بلغه الحصن. مفهوم؟ مفهوم. ايش قلت؟ حاضر، ولكن خاطرك الله طيب. يلا عطني مقفاك. عطني. يلا عليه ما خلى شيء ما سرقه، حتى كرسي اللي يصلي عليه سرقه. حموده ما يخاف الله، ما يخاف الله ده. مرحبا. اليوم في سؤال عريض: لماذا النصراويين متفقين جميعا على عدم مشاركة كريستيانو؟ أول مرة يتفقون النصراويين على عدم مشاركة كريستيانو ويتحدون في ذلك. يا أستاذ فرغلي، ما أنا قلت لك توظف حضرتك. طيب الفرق نقطة عن الصدارة. طيب أقول لك مشاركة كريستيانو ضرورية وكذا وكذا. لا، اليوم النصراويين يقولوا لك لا يشارك. أنت ما سمعتهاش؟ طب توظف حضرتك. ليش؟ لماذا؟ في شيء يبغون النصراويين ان كريستيانو يكشفه او يظهره. طيب على الجانب الاخر الهلاليين قلق مستمر في موضوع كريستيانو، في موضوع الاسطوره. لا لازم يشارك، لازم يلعب، ما ادري ايه، تصريحات. حتى الرابطه راحت ردت على قناه اجنبيه، يعني امور كثيره، قنوات اعلام يعني يتكلمون في هذا الموضوع، اللي يشارك مش على كيفه. وفي النصر ارتياح كبير ومتفقين جميعا على عدم مشاركة كريستيانو. ليش؟ هنا اتفاق في النصر وهناك قلق لدى الهلاليين. ليش؟ بقول لك ايه، روح اشتكيني عند المعداوي بيه وقول له سعيد مسعد ابو السعد بيقول لك توظف حضرتك انت كمان. هذا كبير اسيا. اصبر، ارى اكثر نادي اسيوي حقق دوري ابطال اسيا. والله الهلال. اصبر لا تكيس. من اكثر نادي اسيوي حقق دوري ابطال اسيا. ايوه من؟ اصبر، هو شات جي بي تي سيخبرني، انا الذكاء الاصطناعي اثق فيه. والله طلعتم انتم فعلا كبير اسيا. عيب عليك، تشكك يعني. طلعتم كبير اسيا. كم حققها النصر؟ والنصر ما حققها ولا مره. خلينا في الهلال. لم يحقق النصر اصبر اي بطوله اسيويه. والله لم يحقق. وصلوا النهائي. ما تفيد. اصبر نرى، ممكن وصلوا النهائي حتى النهائي وصلوا مرة واحدة. لا حول ولا قوة. كيف تترقع هذا؟ شفت؟ لن تترقع. كيف تترقع؟ لن تترقع، قايل لك انا بغير نظرتك في هذا الشعار. اسمعني، رغم ذلك والله لنبيع النصر.
أردالك لا تتحقق. لن تتحقق. شوف ليش محمد نور صرح لانه يشوف سالم الدوسري افضل لاعب سعودي. في احد يقول غير هالكلام؟ اي فيه عطني خالد. مين افضل؟ خالد البدر. مين افضل من سعود عبد الحميد؟ ذبحونا في الزحمة، كله ملصق وزاحم المكان. يا أخي تذبحك ريحة الناس. يا أخويا الزحمة حلوة، نكون قريبين من بعض والدنيا شتاء. أقدم استقالتي لكم لأنكم فقعتم مرارتي. والله العظيم مني جبت الموضوع طقطقة، والله اني ما ادري انه كذا، والله العظيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. الظاهر انكم انتم ما زيهم بالضبط، يعني لازم تصير هلالي عشان ما تصير مريض. حاطك في السنة الجديدة. القيامة تقوم. القيامة تقوم. النصر عنده صوت عالي، عنده خبث، يستطيع أن يتباكى وأن يدخل في أذهان الآخرين إنه هو مظلوم ومهضوم حقوقه، وهو يمكن إن لم يكن أكثر من الهلال فهو لا يقل عنه. بيحصل على كل الامتيازات. حق الصفقات والفلوس صحيح. نعم صفقات وفلوس وتحكيم. يا الله يقول لك الآن إن لم يكن الأول فهو الثاني، ما فيها كلام. ايوه يقول لك انا تحكيميا مظلوم وشوفوا اللقطات ويجيب لك لقطات النصر الان من الوقاحه يتباكوا على الجدولة. يقول لك هذا الجدول ده ما يبغى للنصر الخير. طيب فين البكا هذا من بدايه الدوري وانت لاعب لي مع كل الفرق الضعيفه وجمعت كوشت على النقاط؟ ما حد فتح فمه، كنتوا ساكتين وراضيين ونحن الاول وسلسله الانتصارات وسلسله الخرفان وسلسله. الان بعد ما كبسوك لما جيت الناس كانوا يقول لك استني تقول قدام هتشوف. لما وقعت الفاس في الراس جاي يتباكى الجدولة صعبة وشوف النصر ترى متقصدين وحاطين له المباريات الصعبة ورا بعض. يا سلام والله أخطاء تحكيمية ضد صغير الرياض الهلال صراحة، يعني ما أدري كيف إلى متى الفار. لكن أنا أقول والله يا الهلال مهما يا الهلال، يعني مهما نظفوك ومهما حفظوك ومهما رضعوك ورفعوك فوق، أنا يوم الاثنين جاي وجالدك يوم الاثنين إن شاء الله. أنا أرجع سيناريو 2016 زي ما خطبتك في الرياض وملكت عليك في جدة تبا لك ولأمثالك، تبا لك يا شماسي يا سعلوك. لا 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 يا ملكي، عيب ارتقي. وش ملكت وخطبت عليه؟ شو الكلام هذا؟ لا ما خطبت لك بربع عرك بس. اي خير. عيب عليكم. الله اعتذر يا بعدي. يا هذول العلويين يا اما فوق يا اما تحت، ما واحد صاحب فيهم. لا انا ماني ادمي متبطح زيكم. ما انا دخلت تبطح انت في العالم خط وتزود الكلام الخايس. انقلع ما ينقل على شايبك يا العدل ولا ما يطقوا على امسح. يا الضرن لو قدامك الرجل ما تقول هلو تطل طن جليته وهو يملت عليه. يا ساتر يا رب. واحد يقول وين اللوب الازرق الموسم الماضي اللي طلع منه هلال 0 بطولات؟ وين اللوب الازرق؟ عن قضيه كنو وين اللوب الازرق وقتها بعد هلال 5 سنوات للدوري؟ البليد دائم يبحث عن شماعه الفشل. اقول لك وش في حاجه اسمها ذر الرماد في العيون يا ناس. إذا استمرينا على أخذ البطولات والله راح ننفضح، وراح تكون ريحتنا ريحتنا فايحة. خلينا نجلس السنة هذه نريح علشان يكون لنا عذر بعدين، ويكون لنا سبب نقول شوف النادي هذا جاب بطولات. من صدق؟ هاي شلون؟
لا تضحكون علينا. انت ساعات قنوات تبلع سنه توقف بعدين تقول شوف انا سنه جلست ما اخذت بطولات، انا ما اخذت بطولات سنه، 10 سنوات تبلع. لا حول ولا قوة الا بالله. يا حبيبي ضر الرماد في العيون. ايش بلاك انت على بالك انت على بالك ما احنا فاهمينك. على بالك احنا مساكين ما ندري وش انت. تضحك علينا احنا. يبلع 3 دوريات ورا بعض، والنصر قبله ماخذ دوري، بعدين هو يجي يبلع 3 دوريات، بعدين يعطي الاتحاد دوري، بعدين يجي يبلع 3 دوريات، بعدين يعطي الهلال دوري، بعدين يبلع 4 دوريات، بعدين يعطي النصر دوري، بعدين يبلع 5 دوريات، بعدين يعطي الاتحاد دوري. يلا على الحالة. شوف هذا اخذنا دوري شلون؟ تضحك علينا. تضحك علينا انت. تبلع 5 دوريات وتعطينا دوري. وين ادينا باللفه؟ تكفى اعطيني واحد والله اني جيتك من معاير. انقلع عني 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 وزن في وجهك. ما يهم. بس كلمتين، الحين الإعلام بشكل كامل مش فقط في السعودية، في السعودية أكيد موجود النقاش هذا في المجالس في كل مكان، يتحدث عن عدم العدالة في الصرف. ممتاز، موجود هذا النقاش. أنا أتمنى من برنامج الاستقطاب من وزارة الرياضة تكرما لا أمر، إظهار الأرقام يا جماعة، اظهر الأرقام كلها. هذا النادي اكشف الأرقام عشان جمهور النصر، جمهور الاتحاد، جمهور الهلال، جمهور الأهلي، جمهور نيوم، جمهور الرائد، يعرف وش اللي قدم. عشان أنا مثلا أتبع للهلال أو أتبع لو حصل إخفاق أروح للإدارة اللي تعمل، أقول أنت جاك المبلغ الفلاني هذا بس أنت ما عملت فيه، أنت ما جبت صفقات، أنت ما حليت أمورك. لا تشوف فقط علي ماشي. بالله دقيقة علي، شوف خلينا نتكلم بصدق. فنربخش نصه من النصر. اليوم دوران بكم جايبينه؟ يعني انت اليوم لما تتكلم عن الدعم، شوف انا كلامي اتكلم والاتحاد نفس النظام، بس انت اليوم عدم الوضوح انا معك فيه، بس كلها دعمت كلها ماشي. وكريستيانو صدقني من المباراه الجايه هيشارك. طيب. طالما تجاوزوا الاتحاد هيشارك ماشي. بغض النظر Real Madrid, my friend. Real Madrid, believe me. For me, Hilal, which player they have, they play easy in Champions League Europe. Very easy. And no. If now FIFA they want Hilal and they accept to play in Europe in Champions League, they fight in first 5 team. And congratulations from Hilal, from administration, from the president. Congratulations from the ministry for everybody who make this team. Because of course they will fight and they will take Champions League Asia. Very good team. خليني اسمع رايك في حال تمت هذه الاتفاقيه بشكل رسمي. والله انا استغرب يا عبد الله. ربما كريستيانو رونالدو كان له شأن كبير في هذا الامر، برتغاليين مع بعض، ولكن النصراويين دائما يزعلون مني اذا قلت الصدق فيما يتعلق ما بين النصر والهلال. كونك تتبع اثر الهلال انت تعود كل مره خطوات الى الوراء. يجب ان يكون لك هويتك او خلينا نسميه، ربما البعض شوه صورة الDNA، لكن هناك في كرة القدم شيء اسمه DNA. هذا النادي صبغته هولندية، هذا النادي صبغته إيطالية، هذا النادي صبغته إنجليزية. أنا أقدر أصنف لك الهلال، الأهلي، الشباب، الاتحاد. النصر لا، ما أقدر أصنفه. ليه؟ ما هو قادر يصنع هوية. طبعا أتحدث ربما في الألفية الجديدة. ما هو قادر يصنع لنفسه هوية. هذه تخصني أنا كنادي النصر. جلس سنين طويلة حوالي 18 سنة لم يرفع إلا كأس تعتبر كأس بسيطة، كأس الأمير فيصل بن فهد. كل هذا الضياع ما تم التأسيس بعده إلا عبر ثورة أقامها الأمير فيصل بن تركي. لكن التعاقد مع جيسوس المنافس لك في المواسم السابقة أعتقد أنه خطوة هل يعني كانت مثل هذه التصرفات مسموحة لرونالدو والنجوم في الأندية الأوروبية؟ لا طبعا هذا غير مقبول، وكريستيانو رونالدو صنع لنفسه أزمة من لا شيء
في موضوع لا ناقة ولا جمل له فيه. فعليا أزمة كريستيانو رونالدو مع النصر في الأيام أو الساعات الأخيرة التي حصلت على خلفية انتقال كريم بنزيما من الاتحاد إلى نادي الهلال، لربما أعتقد بأن كريستيانو رونالدو كان متسرع جدا في الامتعاض والتعبير عن آرائه وعن غضبه. لربما كان الأولى أن يقوم بالتركيز في مباريات فريق النصر الذي لا أعلم لماذا يحتجب عن التواجد في تدريبات الفريق، ويحتجب حتى عن مواجهة النصر الماضية أمام الرياض، ويغيب عنها احتجاجا على موضوع الانتقالات والصفقات. أعتقد بأن هذا الموضوع خارج عن إطار ولربما رؤية وقرارات كريستيانو رونالدو. الموضوع أصلا لا دخل لكريستيانو رونالدو فيه ولا حتى لنادي النصر. لربما كريستيانو رونالدو يرى الأمر من منظور رياضي، من منظور تنافسي، لا يريد التفريط بفرصة إحراز لقب الدوري روشن في هذا الموسم، ويريد أن لربما حتى كريستيانو في ظنه لو كان بالإمكان أن يتم جلب كريم بنزيما لصفوف نادي النصر لربما ما تحدث حتى عن موضوع التعاقد. لما يقول رئيس نادي في حاجة حصلت خلف الكواليس، لا هذه لازم نوقف قدامها أو لازم نوقف عند الكلمة. أنا أشرح لك الموضوع كابتن أستاذ عبد الله. بالنسبة للحكم مباراتنا أمام النصر، يعني حتى لعيبتنا تكلموا مع الحكم قالوا له يا كابتن يعني أنت جاي تحكم لفريقين، يعني قال لي أنا جاي طيران 24 ساعة عشان أحكم الفريقين. قالوا أنت ما أنت قاعد تعطينا حقوقنا في الملعب. يعني في أخطاء حدثت من حكم المباراة. الحقيقة يعني حكم المباراة كان يرى النصر فريق كبير ويرى العروبة فريق صغير. هذا المقياس اللي كان عند الحكم، والدليل ان حكم المباراة بعد المباراة انتظر، هذا اللي راح اللي هي خلف الكواليس، انتظر رونالدو 20 دقيقة عشان ياخذ تيشيرت رونالدو لانه معجب فيه. طيب انت حكم بالنهاية، انت حكم مباراة، هل الاشياء هذه يعني اعجابك في رونالدو او اعجابك في لاعب راح يأثر على بعض قراراتك في الملعب؟ انتم يعني حسستم كذا من خلال هالموقف انه ما في شك انه هذا الحكم يعني يتعامل بطريقة مختلفة مع النصر حتى اثناء 90 دقيقة. اكيد في المباراة يعني انا قلتها لك مثال قبل شوي من ضمن الاخطاء اللي في المباراة، الكرة اللي صارت حسبها مرمى لنا، تجمع عليه لاعبين النصر طلب انها ركني، وهي فعلا ترى ركني، لكن هو حسبها مرمى. لما جاء لاعبين النصر اشر انها ضربة ركنية، غير قراره طبعا. صار نفس الحادثة بالشوط الثاني وحسب مرمى للنصر مع انها ضربة ركنية لنا، تجمع عليه لاعبين لكنه رفض يغير قرار. سريعة بعطيك تصاريح وليست ارقام، تصاريح لمدربين مدربين بعد مباريات النصر قادها حكام محليين. شوفوا ايش قالوا. مدرب الفيحة يقول ما حدث في مباراة النصر لا يليق بصورة الدوري السعودي، وقال بأنهم خسروا بسبب أمور خارجة عن إرادتهم. هذا مدرب الفيحة بعد مباراة مع النصر. مدرب الشباب إيمانويل يقول مع احترامي لفريق النصر وجميع لاعبي النصر، الحكم هو من منحهم الفوز حينما كانت المباراة متكافئة، ولا أريد أن أتحدث أكثر. الجميع شاهد ما حدث. مدرب التعاون شاموسكا قال فاز النصر علينا بسبب أخطاء تحكيمية. هذا كلام مدرب. الحكم المحلي يتقاضى مكافأة 7000 ريال في المباراة، 6005 الساحة، أي مع أظن بدلات تصل إلى 7000 ريال مع راتب شهري. إذا تم استدعائه للفار واستجاب وراح، يخصم عليه من المكافأة 500 ريال المرة الأولى، المرة الثانية 1000. طب أنت الحكم إذا قاعد تحاسبه بهالطريقة إنه أنت لما تروح للفار حخصم عليك، ما حيروح. هو الروحة فيها 500 ريال. خلنا في رونالدو. خلنا في رونالدو. اي احد شاورك ذيك الايام ولا لا انا ما لا والله انا من زمان ما شاوره. وش كان رايك؟ يعني انت وش رايك الان؟ ذيك الايام كنت تبغى يروح الهلال؟ والله انا لان التبعات اللي كانت بتجيني من وراها كان انا ذا الحين يمكن. وش التبعات؟ تبعات المال بيجيني على متطلباتي اشياء كثيره مع بدايه الموسم هذا. وبعدين انا لما المال عشان رونالدو
تواجده معاك يفرض عليه انك انت في معطيات معينه تحتاجها. اللاعبين اللي جو للنصر الان هو اللي جايبهم البرتغالي، وهذا هذول كانوا المفروض يجونا احنا، راحوا للنصر. تقصد الهلال؟ اي نعم. منهم اللي جابهم هالسنه جو فيليكس وكومان البرتغالي. اي نعم كانوا الهلال. اي نعم. مين اللي خذهم؟ خذاهم النصر ومن حقه طبعا رونالدو. اي طبعا.